Arkwani melagay gana jani jani, Arkwani melagay gana jani jani, Arkwani otu chui ser hawara ame ayo halla amo shirin halla amo shirin dambu shirin amram thamma amo ay shirin 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 dambu shirin amram thamma amo Chui ser hawara ame ayo halla amo shirin halla amo shirin lambu shirin amram thamma amo ay shirin 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 lambu shirin amram thamma amo Einführung in den Handel mit Teilaktien. Wie man bereits ab nur ein
ایوار باش تماشاوانین هیجا، ایوار باش بینرین روشن تیوی، هر کسی لما تماشا دکه بهیویا و یکینا کون دنا و خیر و خوشیه دبن، هر تم شاد و بختور بن. میوانه کیما ایرو عزیز لبردلا گلکی گرام بها بریز هم دوست و هم جی هوال هم جی کسی کو بگرانی کتیه ناو دلی ملت کرد کره شیخ شهیدان بريز دكتور مرشد معشوق الخزنوي ميفاني ميا بهدياوية كينا كو ام بكاربن بهتر ج علوم وزان وزانستيا في جاميري سودي وربگرن ميواني ميا بهدياوية كينا برسين وجيد دربارا آستا دانو استاندري دبن وبخير هاتنا وجارك دا ام دكن ازي ماموستا بريز دكتور مرشد معشوق الخزنوي آنها بشدار بكم آددوی زمان پروگرام ما مخوست بعربی به ایرو جبرکو زمان کردی ام باش هشتر يعني ام زانن هم برز دكتور مرشد جي و دواري مدجي زمان يعني حياة دوركي تيرها مدكه ام دكار پروگرامين گلكي زنگيج هر واب زمان کردی پیشکش بکن لی مخوست کو زمان پروگرام زمان عربی به تا بهتر ام بکار بن مساج خو نرینه خو هلوست و گوتار خو بگینن شریک دارین خو عرب دندروی ولاتی ده او کسین بمرد دجین او کسین خودی پروژه دندروی ولاتی ده او کسین کو دخازن دوی ولاتی ده شریک داری و دانو استاندن تشارک لگلمه بکن بزمان عربی برا خوجه و مله و دیندار و پارتی و ریخستن و سازی و کمله عرب و عجم و ترک و سوریان و آشوری گوتاری ما بکن زمانی مشترک زمانی بشدار که نابرا مده و زمانی عربی به جبرکو او زمانی سردسته ام ندویجن ده پروگرام ده سردسته لیم دخوازن ببه زمان تا او کسین غریب کسین بیانی کسین جمع دورجی جمع فهم بکن تا بهتر جی ام بکار بن هناف و هلوست و گوتارا برز دکتور مرشد معشوق الخزنوی بگیرن او آستا بلن او کسین لما گهدار دکن ایرو چه ترک من چه معارضه به چه کسین ایرو دخازن لما گهدار بکن و هلوست و گوتارا کردی ناس بکن از برز دکتور مرشد دعوتی اکرانی بکم دکتور تو بخیراتی سپاس که عنایت خودش ترازی به انشاءالله سپاس بوی پیشکش کرنا تجیج مرا و خودش ترازی به يعني تديت خويايا يعني پیشکش کسنا تاج مرا یا دوستکی بو یا محبکی بو وهيفيدار مش خداي مظن او حذكرنا مهر زيده به انشاءالله ووقو تقودجي يعني هيفيدارم قود في بروغرامي دوا چند دقيقه ورنجي امكاربن خدمتا قال لي خبكن لي وقو تاني زمان جي جبرقو قال لي ما برين هالما قهدار كريا و ام نابيجن والله خو شخصي خوات ما شاء الله تبقلكي بيشكتي كي عنايات شخصي نفس بوري زمانم لي بكيماني ام بكيري خوتين قو ام بروغرامكي كاربن بريفا ببن بزماني خوي دايكي يعني وام وي زماني خو سر بلندن وام سر وي زماني خو باش تسكننجي شخصي منجي يعني ذكرن بين ما زمان يعني دوست وهفالي قو من ناس دكنجي يعني من چند سالا برنامج تلفزيونا تشيكرنا اج دوست وكك عنايات مقلك يجي فايده كريا يعني اسقلك دارا قالك جارتين بيرا خوكك عنايات 1006 هذا برنامج خو ميزاد كم وقو او سالفك هبو قو دوستك يشوفوا جم سيداي ما ابو عثمان صبري قلت له سيدا من قصيدك كردي تشيكريا كاتج مرلي ميزك قصيده من شاوايا قو بشتي قولي قهدار كربو قوجير قلت له لا والله قصيدات قالكي خوشا چند كلمات چند قوتني كردي اذا هنا قلت جيراكي تام عربيكي قالكي جوانا از يك جوان كسابم 1006 راستي يعني از بكرمانجي كده اخيبين كرمانجي كو عربي بو يعني ليه بسر بلندايا قو از تيدبوم قو دوست وهفالين وكك عناية الدورة من زحفون زماني من سراست كرن فالحمد لله ام دكارن يعني ايرو ام بروغرامكي باش بريفا ببن لي وقو كك عناية جي اني زمان جبرقو ام دخوازن مساجا خو بگهنا وان شريكي مقود ولادنا ام دردي خو بگهنا وانا ام فكرو راماني خو ام بگهنا وانا جبروي كي ما خصقو زماني ما ايرو بروغرامي ده بزماني عربي بيش برغاية او قو ام مساجا كي بگهنا وانا جبلي ويجي قو ام بده دربام ما وملتي خو بزمان دايكا خو ما قالك جارا ما بهبر الدردي خو قوتيا ايرو ام دخوازن دردي خو بگهنا شريكي خو كرك بك عناية
وي هربجيت صاحبي دكتور قال لك سباس باشا. تحياتي، مرحبا ومساء الخير مشاهدي ومتابعي روشن تي في الأكارم. كما عهدناكم بأن لا نزرع إلا الجميل وما هو خير وفائدة للكرد وكردستان وللإنسانية جمعاء، وأن نمد جسور الأخوة والصداقة والإنسانية إلى كل الأطراف والشعوب والأمم، وأن نحترم الإنسان لإنسانيته الفضيلة لا لدينه أو عرقه أو لون بشرته أو ماله وأمواله، في خضم هذه التناقضات الوجودية والوجدانية التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها كردستان الحبيبة، والتي تقع على تقاطع وتشاطر الالتهاب والتناقضات والمصالح الدولية والجيوسياسية. أردنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور الصديق العزيز مرشد معشوق الخزنوي، ابن الشيخ شيخ الشهداء الشهيد البار معشوق الخزنوي رحمه الله. استضفناه لكي نستمع إليه ومنه ونستفيد منه ومن علومه وتجاربه الكثيرة في أمور الدين والدنيا، ولما هو خير لأمتنا الكردية في مواجهة هذه الأعاصير والأمواج العاتية التي تعصف بنا كوطن وكشعب وتاريخ وجغرافيا. أهلا بكم شيخنا الجليل الأستاذ مرشد معشوق الخزنوي على شاشة روشن تي في، ونتمنى أن يكون هذا الحوار عنوان لإيصال رسالة الكرد الإنسانية والواضحة إلى الآخر المختلف معنا والمعارض لنا، ذاك الآخر من التيارات والأحزاب والشعوب والأقوام والقبائل والمؤسسات والجهات الصديقة وغير الصديقة. وأردنا أن يكون الحوار اليوم باللغة العربية لكي يسمعها الجار قبل الدار، ذاك الجار الذي قام وهرب من الديار وبالباصات الخضراء والفرار وسكن أرض الكرد بالكره والإجبار، ويصر على إشعال الفتن والنار ويترك الحلال وينتهج زواج المسيار وينهب ويسرق في وضح النهار ويجعل من نفسه مطية وخدمة للأشرار منتحلا صفة الإسلام والأحرار. نعم أيها الجار، الكلمة لك شيخنا العزيز الأخ مرشد معشوق الخزنوي. تفضل، كلمة البداية، رسالتك إلى الواضحة والمفتوحة لهذه الجماهير، تفضل. بارك الله فيك أخ عنايات، جزاك الله خيرا، وأشكرك على هذه الاستضافة الجميلة على شاشة روشن تي في. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الشاشة شاشة لتنير الحقيقة للناس، وأن تبين ما خفي على كثير من الناس من حقيقة غيبوا من قبل أناس كثيرون من أجل مصلحتهم، من أجل ما يرغب ما يشتهي فيه النفس. قلت لكي نوصل رسالة الكرد الواضحة. أيضا أتمنى من الله عز وجل وأسأله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى إيصال هذه الرسالة الجميلة التي يعني زرعت فينا منذ الصغر وشربها الآباء من الأجداد. هي رسالة حب ورسالة سلام ورسالة محبة الناس، بغض النظر كما أشرت إليه جزاك الله خيرا، بغض النظر عن ديانات الناس، عن عروقهم، عن ألوانهم، عن مذاهبهم، عن تياراتهم، عن أحزابهم. هي رسالة جميلة تنطلق من قول الله عز وجل: لقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا بني آدم المسلمين منهم أو المسلمين العرب منهم أو المسلمين الكرد منهم، بل أطلقها الله عز وجل فقال: لقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم، بغض النظر عن أخلاقياتهم، بغض النظر عن دياناتهم، بغض النظر عن أعراقهم، بغض النظر عن ألوانهم، عن ألسنتهم. هذه رسالة الكرد، وهم مدوها منذ سنوات طويلة بخصوص الأخوة العربية التي كانت هي الحقيقة الثابتة في روج آفاي كردستان، وهي الأخوة بين الكرد والعرب. نسأل الله عز وجل أن نوفق إلى إيصال هذه الرسالة، مع إيماننا ومع تأسفنا أن هذه الأخوة للأسف الشديد ضربت خلال السنوات العشر الماضية بكثير من الخناجر والسكاكين التي أراد أصحاب المصالح أن يمزقوا جسد هذه الأخوة. وللأسف الشديد
كان هناك من استجاب لهذه الضربات فمزق وشارك في تمزيق هذه الأخوة بين الكرد والعرب. نسأل الله عز وجل أن نوفق إلى تبليغ هذه الرسالة الجميلة التي شربناها منذ صغرنا من الآباء والأجداد عليهم رحمة الله عز وجل. كل الشكر لك سيد مرشد معشوق القزوي. أستاذ مرشد، إلى أين نسير نحن في هذه الألفية وحالة الانهيارات العامة والشاملة تعم كل بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها، فماذا يجري للعالم الإسلامي على وجه التحديد؟ للأسف الشديد أخ عناية، يعني كان هناك كلمة يعني أطلقها الرئيس الفرنسي قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع تقريبا، عندما قال أن الديانة الإسلامية تمر في أزمة. هذه الكلمة التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها، أنا شخصيا أرى أن هذه الكلمة مع جزء من التعديل أو شيء من التعديل تصبح حقيقة واقعة لا يغفل عنها إلا متكابر، وهي أننا نحن المسلمين لسنا نمر في مأزق، بل نمر في مآزق كبيرة للأسف الشديد. وهذا الأمر واقع ومشاهد للعيان، وأستطيع من خلال يعني بعض الشواهد ومن بعض الأمثلة أن أبرهن على هذه المقولة أننا كمسلمين نمر في أزمات عميقة. أنا كنت طالبا قبل سنوات عندما زارنا في دمشق الملاكم العالمي محمد علي كلاي. هذه الكلمة أنا شخصيا سمعتها منه، وسمعتها أيضا من أناس مستشرقين أو مسلمين آخرين. أذكر أنه قال عندما زار مسجد أبي النور عند الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله، قال هذه الكلمة الغريبة عند سماعنا وقت ذاك، عندما قال: الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أتعرف على المسلمين. عندما كنت طالبا كنت أستغرب من هذه الكلمة، لكن بعد تجاربنا في الحياة وخصوصا بعد انتقالنا إلى بلاد المهجر ومعايشتنا لواقع المسلمين في المغترب، هذه الكلمة أصبحت حقيقة ثابتة. أنا أستغرب أحيانا عندما يأتي شخص غير مثقف من الأوروبيين العاديين يريد أن يسلم. أنا حقيقة ولا أخفيكم في قرارة نفسي أقول وعلى شو بده يسلم؟ يعني شو هو الجاذب؟ ما هو الشيء الذي يرغبه في الإسلام؟ نحن مجتمعات مسلمة نعيش في مآزق وننتقل من مأزق إلى مأزق، وهذا الأمر يعني بكل بساطة أي إنسان يقرأ الإسلام من خلالنا نحن المسلمين مطلقا سيرفض هذا الإسلام. لذلك نحن المسلمين متأخرون بشكل كبير، والسبب الرئيسي في ذلك أننا نعيش في حالة نفاق. للأسف الكثير لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة. غالبية المسلمين يعيشون في حالة نفاق بينهم وبين دينهم وبين حقيقة عيشهم. تصور أول كلمة نزلت في القرآن هي قول الله عز وجل: اقرأ. أول كلمة نزلت على أمة الإسلام هي كلمة اقرأ. انظروا، أنا لا أعطيكم الإحصائيات، أي واحد منكم يدخل على جوجل ويظهر له الإحصائيات في العالم الإسلامي. نسبة الأمية الفظيعة في كثير من بلاد المسلمين تصل إلى درجة في اليمن عند النساء إلى 80%، بينما نسبة الأمية في دولة كدولة اليابان الأمية عندهم هو الذي لا يتحدث أكثر من لغة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: أنا قلت لكم ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. وننظر إلى دول أوروبا، نحن جميعنا نعيش في ظل السوسيال، أبقاها الله وبارك الله فيها، قلها بكل فخر، قلها بكل فخر. بارك الله في السوسيال والجوب سنتر وأدام الله علينا هذه النعمة. بينما تنظر إلى بلاد المسلمين للأسف الأعراض تباع وتشترى ب$100 من أجل لقمة عيش. أليست هذه حالة نفاق يعيشها المسلمون؟ عندما يقول النبي محمد
عليه الصلاة والسلام: الطهور، النظافة، الطهور شطر الإيمان. بالله عليك اذهب بكاميرتك إلى أي عاصمة من عواصم الدول العربية، ستجد قمم الزبالة منتشرة في كل ركن وزاوية. بلى. إذا نحن نعيش في حالة نفاق. أزمة. المسلمون اليوم في أزمة، والمسلمون في هذه الألفية برهنوا للعالم كلهم أنهم لا يستحقون أن يكونوا أمة النبي محمد، لأنهم أساسا يمارسون النفاق في حياتهم. طيب شيخ الجليل، هل هذه الأزمة وهذا البلاء وهذه الويلات التي تعصف بالمسلمين من صنع المسلمين أنفسهم، أم أن هناك من يخطط ويدبر المكائد ومشاريع الفناء للإسلام والمسلمين على هذه الأرض، أم أنه غضب من الله عز وجل على ما يفعله المسلم بأخيه المسلم وبجاره وبأهله وأرضه وعرضه من الذبح والقتل والدمار على هذه الأرض؟ الإجابة العامة التي تعود عليها الناس أن هناك مؤامرة كونية على الإسلام والمسلمين، وأن هناك دوائر استخبارات في بريطانيا، في فرنسا، في إسرائيل، في أمريكا، في كلها تتعاون من أجل إذلال المسلمين. لكن للأسف هذه ليست حقيقة. ربما هناك بعض الدوائر الاستخباراتية التي لا ترغب في الإسلام والتي تعادي المسلمين، لكن الحقيقة الأولية والثابتة أن ما يجري في المسلمين هي بسبب جهتين: الجهة الأولى من علماء المسلمين ومن مدارس المسلمين، والجهة الثانية من حكام المسلمين. هؤلاء تعاونوا على هذا الظلم، وتعاونوا وزرعوا هذه بذرة النفاق في المسلمين. وبالتالي عندما يتخلى المسلمون عن حقيقة دينهم ويمشون خلف نفاق علماء الدين والسلاطين، شيء طبيعي أن يكون هناك غضب من الله عز وجل على هؤلاء الناس حتى يعودوا إلى حقيقة الدين. للأسف الشديد، وأنا قلتها سابقا قبل الآن، داعش على سبيل المثال الذي انبهرنا كلنا به وبفظاعة ما مارسه، للأسف قلتها أكثر من مرة: داعش لم تخترع شيئا جديدا من عندها. داعش مارست كل الأطروحات التي كتبها علماء المسلمين منذ 1000 سنة، والدين الإسلامي منه بريء. لكننا وللأسف الشديد نحن أعطينا القدسية لعلماء وكتاب مسلمين وكتبهم أكثر من القرآن الكريم وأكثر من السنة النبوية، إلى درجة إذا لم تستطع أن تذهب مباشرة إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة، الكل يطالبك: يا رجل اذهب إلى العالم الفلاني، إلى الإمام الفلاني، إلى الشيخ العلاني، إلى الكتاب الفلاني، هو يبين حقيقة الإسلام. لا داعي، أنت ما عندك لغة عربية، أنت كردي، أنت تركي، أنت فلان، أنت أعجمي، لا تستطيع أن تباشر فهم القرآن الكريم. فوجهوا الناس نحو كتب مشايخ وعلماء كثيرا ما استفاد منهم السلاطين على مدى 1400 سنة. ولذلك هذه الجراثيم التي نعيشها اليوم في واقع المسلمين هي نتاج كتابات كتبت لفقهاء وعلماء المسلمين، وللأسف لا زال المسلمون ينظرون إليها أنها مقدس. طيب شيخي الجليل، أين هم عقلاء القوم من العلماء ومن الأدباء ومن المؤثرين في هذا المجتمع مما يجري للإسلام والمسلمين في العالم من ذبح وقتل ودمار وجهل وتخلف؟ أليس الإسلام وأركانه بحاجة ماسة إلى فهم التطورات البشرية والارتقاء لمستوى الأحداث ومواجهة الرعب والكوارث والأوبئة والأمراض بالأساليب وبالطرق المعرفية والعلمية، أم أن الشعار لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سيكون شعار هذه الألفية أيضا؟ هذه الكلمة هي من تميت أو تزرع في الإنسان روح الانهزامية. علماء الدين الذين حريصون على حقيقة الإسلام هؤلاء موجودون في كل زمان وفي كل مكان أخ عناية، لكن لابد أن نفهم حقيقة، وهي أنه دائما هؤلاء الناس المتنورين، هؤلاء الناس المخلصين، هؤلاء الناس العارفين، هؤلاء الناس الذين في قلوبهم خوف من الله عز وجل، دائما وأبدا هؤلاء قلة وليسوا كثرة. إذا أنت تتصور أن يكون هناك كثرة لأمثال هؤلاء فهذه
يعني ربما أستطيع أن أقول ضد سنة الله عز وجل. فالله عز وجل عندما امتدح الخير دائما كان يمتدحه بالقلة، فقال وقليل من عبادي الشكور. وعندما تحدث عن الظلام وتحدث عن الجهل وتحدث عن الظلم فقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء العلماء المتنورون العارفون الذين يهمهم حقيقة الدين، والذين يهمهم أن لا يستغل السلاطين والعلماء الدين من أجل مصالحهم، من أجل مآربهم الشخصية، هؤلاء دائما موجودون، لكنهم في نفس الوقت هؤلاء قلة. إضافة إلى ذلك أننا نعيش في دول الحريات فيها مكمومة، وبالتالي البروجكتورات والإعلام والتلفزيونات دائما ما موجهة إلى هؤلاء الناس الذين يتشدقون في مدح السلاطين وفي إعطاء الفتاوى التبريرية للظلم والظالمين. فهؤلاء الإعلام مسلط عليهم، والناس دائما تنبهر بمظاهر البذخ. وأذكر على ذلك مثال بسيط جدا. يعني أنا جدي الشيخ عز الدين رحمه الله كان مرة في مدينة إستل، ويعطي في مسجد إستل بعض الدروس المواعظ. كان هناك بعض الشباب أو بعض الصوافي الذين كانوا واقفين على الباب، فمر رجل إستلي يعني من مدينة إستل، ومدينة إستل يعني أنت تعرفه يعني فيها كمية من المحلمية الذين عندهم لهجة خاصة بهم. فمر أحد الإستليين بباب المسجد ووجد بعض الازدحام، فسأل الناس الواقفين على الباب ما هذا الازدحام؟ أنا إذا ما أدري هي اللغة المفهومة لبعض الإخوة أم لا، فبلهجته قال ورك إيش فيوي، يعني ماذا يوجد هنا؟ قالوا شيخوي، يعني الذي هنا الازدحام على الشيخ. قال شيخوي يعني شيخ هذا اللي أنتم تحكوا عنه؟ قالوا نعم شيخوي. فأجاب الإستلي شيخ حقيقي، يعني هذا الشيخ اللي ازدحم عليه الناس هو شيخ حقيقي. أجاب الصوفي عليه قال له ورك قيمو تخشع تحت مرسيدس سون موديل، يعني أنت أعمى ألا ترى أن المرسيدس الذي يركبها هي مرسيدس آخر موديل؟ فللأسف الناس كثيرا ما تنبهر بالمظاهر وبالبذخ ويلتفتون إلى هؤلاء الناس الذين سلطت عليهم الكاميرات والبروجكتورات من قبل السلاطين ومن قبل أرباب المال، بينما هؤلاء العلماء العالمين الحريصين على حقيقة الإسلام تجد هؤلاء الناس يعني يقبعون في زوايا المسجد مهمشون، لا يلتفت إليهم الناس ولا يلتفت إليهم للأسف الشديد الإعلام ولا الميديا ولا الناس. دكتورنا العزيز، حول الاستغلال الديني، لقد قلتم في إحدى مقابلاتكم الدين هو أفيون الشعوب إذا استغل هذا الدين، ولقد أوضحتم أيضا في إحدى مقابلاتكم بأن جماعة الإخوان المسلمين هم سبب البلاء والمصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، ووصفتموها بإخوان الشياطين، وأن كل الفصائل الإرهابية والمتطرفة من داعش وماعش وطالبان وجبهة النصرة وغيرها قد خرجت من رحم هذا التنظيم الإخواني. ما هذه المخاطر؟ تفضل. نعم أخي عنايات، يعني كلمة الدين أفيون الشعوب هذه ليست كلمة، ربما هذه يعني الحق يقال يعني أنها كلمة أرباب الماركسية، لكن أنا أضفت إليها كلمة أن إذا استغل، فالدين أفيون الشعوب إذا استغل هذا إيماني وهذه عقيدتي وهذا ما أدين الله عز وجل بها وما ألقى الله عز وجل به إن شاء الله، يعني أن الدين إذا استغل فهو أفيون الشعوب. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يمشي كالنار في الهشيم بين المجتمعات مثل ما إذا غلف بغلاف الدين. أخي عنايات، أي مبدأ أو أي شيء أو أي فكرة إذا أحببت أن تروجها بين الناس من السهل إذا غلفتها بغلاف الدين، فالناس متدينة بطبعها والناس تحترم وما أكثر تجار هذا
هذه المادة وهذا الدين في هذه الأيام. هؤلاء هم كثيرون، وفي كل زمان وفي كل مكان تجد هؤلاء الناس يقفون على أبواب الشوارع، أقصد يعني على أبواب الإعلام، يعني ينادون الناس لاستغلالهم لهذه التجارة. فبالتالي أنا أؤمن إيمانا حقيقيا لا لبس فيه من دون أي مواربة بكل وضوح أن الدين، أي دين، وأخص بذلك باعتباري مسلما، دين الإسلام إذا استغل من قبل العلماء، من قبل الحكام، من قبل الأغوات، من قبل تجار الدين، استغل من قبل كائن من كان، هذا الدين سيصبح أفيونا يهدد أخلاقيات وكيان الإنسان من حيث هو إنسان. هذه هي عقيدتي. النقطة الأخرى، أنا قلت أيضا وهذا ما أعتقده، أن جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أقدم جماعة أسست على يد الشيخ حسن البنا، أنا أسميهم إخوان الشياطين. أسأل الله عز وجل أن يبعدهم عنا وأن لا يحشرنا معهم يوم القيامة. هؤلاء الناس هم المؤسسون لكل هذه الأفكار القتالية الإرهابية العنفية، وما من داعش ولا القاعدة ولا البوكو حرام وأي منظمة سكانت أو ستأتي إلا وهي تقتبس من الأفكار الأولى التي وضعها الإخوان المسلمين. وبالتالي أعظم خطر على الإسلام لم يكن اليهودية، وأخطر خطر على الإسلام لم يكن الصهيونية، وأعظم خطر على الإسلام لم يكن الشيوعية، وأعظم خطر على الإسلام لم يكن الإلحاد. إنما أعظم خطر على الإسلام وعلى المسلمين هي الإخوان المسلمون والأفكار الخبيثة التي زرعوها بين المجتمعات المسلمة. من السهل جدا أن يخرج الآن منافق من منافقي الإخوان المسلمين ويبرئ نفسه عن العنف، بينما أي منظمة تسمي نفسها بين مزدوجتين جهادية قتالية، اقرأ أفكارها ستجد بكل سهولة بصمات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم سيد قطب. بلى، منذ 100 عام والإخوان هم سبب البلاء والمصائب على قوم المسلمين. أنتم دائما وفي كل جلساتكم وخطبكم وحواراتكم تدعون مشايخ المسلمين والأئمة إلى الصحوة وانتهاج الوسطية والاعتدال في أمور الدين والدنيا. لماذا تسلكون هذه المنهجية الوسطية والاعتدالية في تسيير البشر وأموره الدنيوية والربانية؟ يعني لأننا نجد أنها حقيقة الإسلام. نجد أن الإخوان المسلمين تسلطوا على إسلام الناس وأفهموهم أن الإسلام ما جاء إلا دينا ودولة. ومن هنا ومن هذه المنطلق ومن هذه الكلمة البسيطة الإسلام دين ودولة خرجت من عباءة هذه الكلمة الإسلام دين ودولة كل هذه المصائب. بينما عندما تراجع وتقرأ حقيقة سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم ستجد أن الإسلام جاء دين وأمة، والأمة يمكن أن تعتاش في أي بقعة من بقاع العالم، لا تحتاج إلى خليفة ولا تحتاج إلى أمير ولا تحتاج إلى كل هذه المظاهر البشعة التي مارسها المتأخرون، اقتبسوها من الأولين إذا قرأتهم تاريخهم. وأي واحد بكل بساطة يفتح كتاب البداية والنهاية ليجد الفظائع التي مورست تحت اسم الخلافة ونظام الخلافة. فنظام الخلافة ليس نظاما إسلاميا التي نادى بها الإخوان المسلمون، وجاء الإخوان المسلمون وزرعوا في الناس فكرة العداء بين المسلمين والغرب. أخي عناية، المسلمون في الغرب قضوا ما يقارب من 40 سنة في نقاش هل التجنس بجنسية هذه البلدان حلال أم حرام. كل ذلك من وراء الأفكار الخبيثة التي انطلق منها الإخوان المسلمين بحكم أنهم أول من جاءوا إلى أوروبا وأسسوا المشاريع الإسلامية. فبالتالي عندما ننطلق من هذه النقطة لنوضح للناس ولنبين لإخواننا أحبتنا للمسلمين عامة أن حقيقة الإسلام بعيدة كل البعد عما يمارسه وما يدعيه الإخوان المسلمين، إنما بذلك نريد
إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات ولم يخلف خليفة وراه، وهذا معلوم لكل قارئ. شيخي الجليل، في وقت من الزمن وخلال 100 عام الأخيرة سيطر العنصر العروبوي على مقاليد دفة الحكم والحكمدارية للمسلمين، وتمثلت بجماعة الإخوان المسلمين، وعلى ضوئها ونتائجها نحن نشاهد الخراب والدمار في كل بقعة جغرافية من أرض الإسلام. وبعد سيطرة هذا العنصر العروبوي على إدارة الإسلام العالمي خلال 100 العام الأخيرة، وسقوطه المدوي إلى القاع وفشله الكبير في إدارة الأزمات الدينية والدنيوية في العالم، نرى اليوم بأن مقاليد الإدارة والحكمدارية في إدارة شؤون المسلمين في العالم تنتقل رويدا وتتجه من أيدي العروبويين إلى أيدي الأتراك، ويترأس التركي العنصري إدارة الإسلام العالمي اليوم. فما هي المخاطر التي تتحدق بنا كشعوب إسلامية جراء قيادة تركيا لهذا الإسلام السياسي؟ أخي عناية، أنا بتصوري أن العنصر العروبوي ما هو إلا مبدأ استغل، ما هو إلا مبدأ استغل كمثل كل المبادئ من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي اليوم عندما انتهى سوق العروبة من الساحة، بدأ الإخوان يتوجهون إلى عنصر آخر ليستغلوه، والآن يعني يضربون على وتر العثمانيين والخلافة العثمانية والأمجاد العثمانية، والتي بالطبع اليوم يعني يدعي تمثيلها رجب طيب أردوغان. وبالتالي أنا قناعتي أن العروبوية أو العنصر العروبوي الذي كان مسيطرا خلال السنوات الماضية ما هو إلا مبدأ استغل. الإخوان المسلمين جماعة ليس لهم مبدأ. اليوم استغلوا العروبوية، اليوم يستغلون العثمانية، بعد غد لا تستبعد أن يستغلوا حتى الكردوارية. وعلى علمي وحسب معرفتي أن هناك مشاريع تحت الطاولة تمارس وتجهز لاستغلال موضوع الكردوارية أيضا من قبل الإخوان المسلمين. وهناك جهات أيضا في طور الإنشاء والبناء ضمن بعض المجموعات الكردية، باعتبار أن الإخوان المسلمين على مدى 40 عاما وهم يستغلون مبدأ العروبوية ما استطاعوا أن يدخلوا إلى الساحة الكردية. وبالتالي الآن بعد أن تخلوا عن مبدأ العروبوية واتجهوا إلى مبدأ التركية أو مبدأ العثمانوية، الآن يحاولون من خلال بعض الشخصيات الكردية للأسف الشديد أن يدخلوا إلى الساحة الكردية، وبالذات في كردستان سوريا، من خلال بعض الشخصيات الكردية باستغلالهم للمبدأ الكردواري. وبالتالي أنا قناعتي اليوم الجماعة إخوان المسلمين تستغل الماضي الذي كان فيه الإخوان العثمانيون، الذي ينبغي علينا أن نفضح حقيقة الإخوان المسلمين الذي كتبها كتاب ومثقفي المسلمين، لم يكتبها مثقفي. شيخ الجليل، إلى ماذا ترمي جماعة الإخوان المسلمين في هذا التزاوج بين العروبوية والطورانية؟ هي تحاول أن تصل، هي مبدأهم الوحيد هو المواصلتهم، وصولهم إلى الحكم واستغلال المسلمين بخلال الإسلام. بعد أن فشلت مشاريعهم في تونس، في مصر، في كثير من الدول الإسلامية العربية مشاريعهم، الآن يتوجهون إلى العنصر التركي باعتبار اليوم أن القيادة التركية هي على رأس الحكم. يعني بكل سهولة ستجد خطاب الإخوان الذي اليوم يخرج عليك مشايخ الإخوان المسلمين ليقولون لك أن دعم الليرة التركية هي واجب من واجبات المسلمين وفرض من فروض المسلمين. لا تستبعد بعد أن ينتهي أردوغان من الحكم قريبا إن شاء الله ستجد هذا الخطاب سيتغير، لأنهم دائما يحاولون أن يستغلوا. القرضاوي عندما كان يخطب في اسطنبول ويقول الحمد لله الذي رزقنا كمسلمين بخليفة لمليار ونصف من المسلمين هو رجب طيب أردوغان، هذا الرجل سينقلب بعد يومين مباشرة عندما يستلم شخص آخر منصب رئاسة تركيا. لذلك هؤلاء الناس جماعة استغلالية لا يهمهم إلا الانتفاع. بعد أن
راج سوقهم في السوق العربية، وبعد أن ذاق العرب الويلات منهم الآن يحاولون أن يعني ينافقوا الترك ويستغلوا الحكم الموجود والنفس الموجود اليوم في تركيا، كما كانوا سابقا ينافقون صدام حسين. وقيادات الإخوان كانت مهاجرة من حزب البعث في سوريا، لكنها كانت مقيمة في ظل عرش الإخوان حزب البعث العربي الاشتراكي في ظل صدام، وكما نافقوا القذافي. فهذا أمر طبيعي، لأن مبدأهم الوحيد استغل 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 باسم الله، يعني استغل باسم الإسلام، استغل باسم محمد، فالمسلمون بسطاء سيصدقونك. طردوا من الباب راح يعودوا من الشباك. طيب شيخ الجليل، كيف تنظر إلى مشروع الإسلام السياسي ككل بشقيه السني والشيعي، وما دور الكرد في كبح جماح المشروعين المتناقضين في المنطقة، وللكرد تجارب مريرة في التعاطي والعيش بين هذين المشروعين في التاريخ؟ دعني أخرج من إطار المبدأ السياسي الإسلامي الشيعي، على اعتبار أنا أرفضه جملة وتفصيلا، لكن المبدأ السني الإسلامي باعتباري سنيا أيضا، فحتى لا أكون أتحدث عن جماعة آخرين أنا مختلف معهم، لكن أنا سني. من خلال قراءاتنا، من خلال دراستنا للقرآن الكريم وللحديث النبوي الشريف وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نحن ندعي أنه لا يوجد شيء اسمه في الإسلام الإسلام السياسي. وما المشروع الإسلام السياسي إلا بدعة اخترعها حسن البنا ومن تابعه من بعد ذلك من أجل استغلال بسطاء المسلمين، وللأسف ينجحون في فترات ولا ينجحون في فترات. الأمر مرهون بوعي المجتمعات المسلمة. مدى ما كان المجتمعات المسلمة على وعي كبير لا يستطيع الإخوان المسلمون أن يستغلوا هذا الأمر. وعندما نقول أن الله والنبي محمد عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة لا يوجد فيها ولا نصف دليل واحد على مشروع وفكرة الإسلام السياسي، إنما مشروع الإسلام السياسي بداياته وأساسياته إنما جاءت من الخلفاء الراشدين وفيما بعد، وكل هؤلاء وكل خليفة كان له تجربة يختلف عن تجربة الآخر، مما يعطيك دليلا أنه لا يوجد شيء اسمه دين إسلامي سياسي. طيب، اليوم هناك واقع ونستطيع أن نسميه الإسلام السياسي. اليوم مشروع الإسلام السياسي في مأزق تام كما قلت وكما تفضلت، وعلى كافة الصعد، حيث الفقر والظلم والجهل والأمية والجفاف والسجون والمعتقلات وكم الأفواه وانعدام الحريات والمجاعات تعم العالم الإسلامي. وهناك من يدعو من المثقفين والساسة والمؤرخين والإصلاحيين إلى القيام وعلى وجه السرعة بنوع من الإصلاح الفكري والسياسي والاقتصادي في الإسلام من أجل خدمة الإسلام وليس القضاء عليه، لأن المشروع السياسي الإسلامي إن ظل على هذه الممارسات فسقوطه محتوم إن لم يجاري التطورات المعرفية والعلمية والرقمية التي تشهدها البشرية. كيف تعلقون؟ تفضل. هذا التحديث أو هذا التطوير أو بما نسميه نستخدمه نحن في ضمن حجرنا الفقهية بالتجديد، هذا أمر ديني، هذا أمر مطلوب، هذا الشرع أمرنا به، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. أساسا عندما نقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، إنما يكون صالحا لكل زمان ومكان بالتطويرات والتحديثات التي لا تتنافى مع روح الأصل، لكنها أيضا في ذات الوقت تتناسب مع روح العصر. فهذا الأمر مطلوب جدا وكلنا يجب أن نعمل عليه. وأعرف وعلى معلومياتي حسب معلومياتي هناك كثير من المراكز الإسلامية المنتشرة في كثير من بقاع العالم من شغلها الشاغل موضوع التجديد الديني. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإخوان المسلمين لا تراهنوا عليهم،
هؤلاء لا يمكن أن يحدثوا من أنفسهم. انظر على سبيل المثال اليوم الناس الذين هجروا من أماكنهم في روجافاي كردستان، سواء كانوا في كوباني، سواء كانوا في عفرين، سواء كانوا في سريكاني، هؤلاء الناس بدل أن يأتي الإسلام السياسي ليقدم الاطمئنان لهم، بدل أن يقدم الغذاء لهم، يبنون لهم مساجد. ماذا أفعل بالمساجد؟ هل وجدتني كافرا مشركا غير مسلما حتى تأتي لتهديني إلى الإسلام؟ قدم لي لقمة عيش، قدم لي الأمان، قدم لي السلام. لا أريد منك مسجدا، فالأرض كله لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أنا لست بحاجة إلى بناء جوامع ولا إلى بناء مساجد، أنا كنت بحاجة إلى بناء مدارس، إلى بناء مستشفيات، إلى بناء السلام، إلى بناء الأمن، إلى أن تقدم لقمة عيش، إلى أن تطمئني على أرضي وبيتي الذي سكنها أعوانك. فلذلك لا تراهنوا على الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ميت بين عقول العقلاء، لكنه يعتاش على جيوب البسطاء، وهذا الفكر سيمتد وسينتشر وسيستمر باعتبار هناك من يستفيدون منه. لننتقل إلى محور آخر. رحم الله شيخ الشهداء وعنوان ونبراس كلمة الحق الشهيد معشوق الخزنوي الذي قتلته المخابرات السورية علنا في 10 مايو 2005، الذي دفع ثمن كلمته الحرة والذي مزج بين بصر الواقع وبصيرة القرآن، وأصبحت مقولته الشهيرة عنوانا للنضال الكردي ضد الظلم والطغيان العروبوي والإسلاموي والبعثي، عندما صدح وقال إن الحقوق لا يتصدق بها أحدا وإنما الحقوق تؤخذ بالقوة. شيخي الجليل، أشرت إلى أن هناك بعض الأيادي الخفية وبعض الجهات سواء إقليمية أو دولية تقوم بإنشاء أو تدعو إلى أسلمة المجتمع الكردي وإنشاء التيارات الإسلاموية وليست الإسلامية، الإسلاموية ضمن المجتمع الكردي، وخاصة في ظل الاحتلال التركي للمناطق الكردية. كيف تعلقون على ما قاله شيخ الشهداء النبراس في مقولته الشهيرة، ولكي نكون على بينة من هذه الحقيقة يعني، ونعتمد على هذه الكلمات لمواجهة هذه الآفة التي تأتينا من تحت الطاولة؟ تفضل. أخي الكريم، أخي عناية، نحن كمجتمع كردي غالبيتنا مسلمون، معنا بجانبنا إخواننا وشركاؤنا في الكردية الإخوة الإيزيديون، لكن الغالبية مسلمون، وهذه الغالبية لا تحتاج إلى من الناس أن يدعوهم إلى الإسلام، فنحن راضون بإسلامنا. والكرد قدموا عبر التاريخ خدمات جليلة وعظيمة للحضارة الإسلامية، والكرد دائما ما كانوا من المضحين والمخلصين للدين الإسلامي وللحضارة الإسلامية، ولهم إسهامات عظيمة وجليلة في شتى المجالات. لذلك نحن الكرد لسنا بحاجة إلى دعاة تحتلون من خلالهم بلداننا. لذلك الذي يراهن عليه بعض الجهات وبعض تيارات الأحزاب الإسلاموية هي محاولة إقناع بعض رجال الدين أو المتدينين الكرد أن يدخلوا من خلالهم إلى المجتمع الكردي، حيث فشلوا في الدخول بينهم خلال 40 سنة الماضية. يعني منذ أحداث حماة في الثمانينيات لم يستطيع الإخوان المسلمون أن يدخلوا إلى المجتمع الكردي كما دخلوا في المجتمع العربي. ربما كان هناك بعض الشخصيات المعدودة على أصابع اليد الواحدة، لكن الحزبية الإسلاموية لم تكن ظاهرة أو ما كانت ظاهرة في المجتمع الكردي. اليوم هناك جهات تمارس هذا الضغط أو هذا الاستقطاب، ومن خلفها قطر وتركيا، من أجل خلق شرذ وتفرقة بين المجتمع الكردي، على اعتبار أن
يعني المجتمع الكردي كان متمسكا ولا زال متمسكا بقضيته العادلة القومية، وأنه يريد أن يكون شريكا حقيقيا مع إخوته العرب. هناك من يراهن من أجل خلق زعزعة في صف الكرد. ولذلك إذا تتذكر أن الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي كان يقول: أنا خبير ألغام دينية، ونسأل الله عز وجل أن نكون على طريقه، فنحن خبراء ألغام دينية. أي لغم باسم الإسلام يزرع أمام الحق والحقوق الكردية نحن خبراء لهذه الألغام، مستعدون لتفكيكها حتى لا ينخدع مجتمعنا الكردي بهؤلاء الناس الذين ينادون باسم الله عز وجل وباسم النبي محمد، والله والنبي محمد منهم براء عليه رحمة الله. حول المذاهب ومدارس الفقه الإسلامي شيخي الجليل، وحول الجانب التنويري التي اتسمت بها المدارس الإسلامية الكردية، والتي لها البصمات الواضحة في إنقاذ الإسلام من التزمت والتطرف وإزالة الشوائب والرواسب من حوله، فكيف تصف لنا التجربة الكردية الإسلامية وخاصة المدرسة الخزنوية من الالتزام بالجانب التنويري كثيرا والتحرر من النظرة الظلامية السلفية التي تسيء للإسلام وتضعه في مواجهة خاسرة مع العالم أجمع؟ تفضل. المجتمع العلمائي الإسلامي الكردي دائما ما كان يتفهم حقيقة الإسلام، وأن الإسلام لم يأتي لتغيير المجتمعات من جذورها، وأن الإسلام ما جاء لاحتلال الشعوب باسم الإسلام ليجعلهم عربا أو تركا أو فرسا، وإنما فهم العلماء الكرد من الإسلام أن الإسلام ما هو إلا علاقة بين الإنسان وربه، وأما اختلافات الناس القومية واللغوية إنما هي محل تقدير في الإسلام. ولذلك استوعبها العلماء المسلمين، ولذلك كانت كثير من العادات والتقاليد الموجودة عند المجتمع الكردي ما كانت تتناقض مع الحقائق الإسلامية. أنا أتذكر مرة عندما سئل الوالد عليه رحمة الله الشيخ معشوق الخزنوي، عندما سئل عن الحجاب في القوم أو في المجتمع الكردي، ما حكم الحجاب؟ فالشيخ معشوق الخزنوي كان يقول: على نساء الكرد أن يلتزموا باللبس الكردي، كنا نسميه الكراس وخفتان، ما أدري ترجمها أنت أخي عنايات، يعني الزي، زي المرأة الكردية، هذا الزي الذي هو يتناسب مع حقيقة روح الإسلام، لابد للمرأة الكردية أن تلتزم بهذا الزي الكردي لسببين: الأول إرضاء لله عز وجل لأنه حقيقة الحجاب، الأمر الثاني لأن هناك من يريد أن يميت هذا التراث الكردي ويزيله بين المجتمع الكردي. وللأسف الشديد اليوم ربما نحتاج إلى بجكتور ومكبرات لنبحث عن امرأة تلبس هذا الزي الكردي الذي شاهدت أمك وأمي بهذا الزي أخي عنايات، هذا الزي الجميل. وما أجمل تلك الصورة التي جاء بها شيخ الشهداء إلى الدبكة الكردية في المنطقة وقام بالرقص مع الزملاء ومع طلاب العلم في القامشلي. أكثر من ذلك مدارسنا الكردية أخي عنايات كانت تدرس العلوم الشرعية باللغة الكردية. وأنا أتذكر، وربما يستمع إلي الكثير من العلماء والملالي والمشايخ، حتى كانوا يدرسون اللغة العربية، وألفية ابن مالك شرح ابن عقيل كانوا يدرسونه بالمخ والعقل الكردي وباللغة الكردية، إلى درجة أن طلاب العلم الشرعي كانوا يحفظون ألفية ابن مالك على أنغام الرقص الكردية والموسيقى الكردية الفيلوتة والموسيقى الكردية بالضبط. طيب شيخ جليل، كيف ينظر الشيخ مرشد معشوق الخزنوي إلى الإسلام السياسي؟ أخذنا رأيك بهذا الموضوع اليوم، وإلى دوره في الحروب والأزمات أيضا تعرفنا على نظرتك ورؤيتك لهذا الموضوع. أنتم في مقولة فصل الدين عن الدولة، كيف تنظر إلى هذه المقولة في فصل الدين عن الدولة؟
أخي عناية، يعني الإسلام السياسي مارس هذه القذارة يعني بشكل كبير، وأستطيع اليوم أنه ما من أحد جعل من السوري مرتزقا إلا الإسلام السياسي. الإسلام السياسي الذي ساعد الاستخبارات التركية، الذي جعل من السوري مرتزقا في ليبيا، مرتزقا في أرمينيا، مرتزقا في شق بقاع العالم. فالإسلام السياسي هذا هو نتاجه وهذه هي ثمراته، وبالتالي علينا أن نكون واعين لهذه النقطة. النقطة الثانية قضية فصل الدين عن الدولة، هذه أؤمن بها، لأن الدين للأسف الشديد وعلى مدى 1400 سنة عندما كان ملتصقا بالدولة دائما كان يستغله الحكام والظلمة والقاهرون والجبابرة، يستغلون الدين باسم أن الشريعة والدين كانوا يستغلونه كأداة قمع على رقاب الناس. اليوم عندما يخرج علينا مفتي سوريا ليبرر ظلم بشار، إنما بأجل أننا لم نفصل الدين عن الدولة. صحيح ربما يتشدق أحدهم ويقول أن النظام في سوريا نظام علماني أو نظام ليس ديني، هذا صحيح من حيث الكلمة، لكن من حيث الواقع فإن الدين جلب من أجل مصالح الناس. اليوم أردوغان عندما يحارب ماكرون على سبيل المثال أخي عناية، الخلاف بين ماكرون وأردوغان كان خلافا على هذا الارتزاق الذي جعله أردوغان وتدخل في ليبيا وأرمينيا. عندما جاءت قضية الرسوم الكاريكاتورية مباشرة انتقل أردوغان إلى شيخ وإمام وخليفة وكأنه المدافع عن الإسلام وعن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يقلب الطاولة ويجعل نفسه مدافعا للإسلام أمام ابن الصليبيين وابن المجوس وسمه ما تشاء يعني من الألقاب الذي هو ماكرون. هذا هو جزء من عملية عدم فصل الدين عن الدولة. لذلك عندما ننادي بفصل الدين عن الدولة حتى يكون الدين محترما ومقدسا عن تدنيس هؤلاء الحكام الظلمة وأن يمارسوا ظلمهم وجبروتهم على الناس باسم الإسلام. بلى الشيخ شيخي العزيز، لنشاهد معا الآن فيلما قصيرا حول ما تفضلت به وقمت بشرح هذه المفاصل وهذه الزوايا والمعطيات. الآن نحن أمام فيلم قصير يحاكي واقعنا الكردي في سوريا ودور الحركة الإخوانية الإسلامية في تهييج الأوضاع في المنطقة وفي سوريا بشكل خاص. نحن أرواحنا وأطفالنا وأجدادنا فداء الوطن الخلافة العثمانية. أنا في الأصل تركي. لا يعني أنا في أدرك الأصل ذلك. في سوريا نحن أتراك. نعم. الجيش السوري الحر سيبعث عناصر إلى ليبيا إن شاء الله. نحن وين في جهاد هنروح، ما لنا واقفين. أخوتنا اللي موجودين بتركستان رح نقمع الظلم اللي عندنا. لما بدأت الثورة أنا دعمت الثورة أيضا كتركي، لم أكن أستخدم حتى اسمي كخالد خوجة. تركستان كمان نحن جاهزين نحرر أراضيهم. أخوتنا موجودين، أخوتنا تركستان، وإن شاء الله نحن عم بيحاربوا معنا بالصفوف. بالنسبة إلينا كمعارضة تجري الآن المشاورات مع الدول الصديقة وتركيا على رأسها. الموضوع هو الآن يحدد الطرف التركي. قرر الوفد عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي، بينما سيبقى الوفد التركي متواجدا في سوتشي حاملا مطالبنا ساعيا لتحقيقها. التركي هو الذي سيشكل وفد المعارضة. بالنسبة لإخوتنا في الوفد التركي لم يقصروا أبدا، هم بقوا في سوتشي لكي يحملوا قضايانا وينقلوا معاناتنا ويطالبوا بحقوقنا، ونحن şakirun ve mumtenun lehum. Ancak Suriye'deki Türk varlığını derseniz tarih boyunca bu 6-7 milyona doğru bir sayım olursa Türk asıllı olarak 6-7 milyona kadar da çıkabilir. Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlığı yapmış Türk kökenler var. Suriye'de 5-6 milyon Türk kökenli insan vardır. Güçlü bir cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti oradaki Türkmenlerin varlığını koruyacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti, imparatorlukların varisi bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Bizim içerimizde bir Türkiye sevgisi vardır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşu ismi bile oradaki bizim kutsal mücadelemize, haklı mücadelemizde bizi motive etmeye yetiyor zaten. Mücadelemiz Türkiye'deki örnek olarak, Türkiye'yi model olarak bir Suriye'nin, yeni bir Suriye'nin yaratılması için mücadele veriyoruz. Baştaki Cumhurbaşkanları bütün Türk asıllılar. Yani biz Anadolu'nun bir parçasıyız. Yani biz Türkmen varlığının korunması, Türkiye'nin güneyinin korunması diye bunu devamlı söylüyoruz. Yani biz burada çok Suriye'yi yöneten, Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Türk asıllı Suriye'deki Türk asıllı, Türk kökenli dersek çok büyük rakamlar çıkar ve şu anda da görüyoruz. Dışişleri Bakanımız artı Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Başbakanımız o dönemde Recep Tayyip Erdoğan bir heyeti. Yani iç savaş öncesinde Yahya Türkiye! Yahya Türkiye! Yahya Türkiye! Yahya! Yahya Erdoğan! Yahya Erdoğan! Yahya Erdoğan! Yahya Erdoğan! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah! Bismillah! حملة العالم عالم الجيش الحر وعالم الإخوة الأتراك يا أبطال اللواء الله نحن للمجد شيخ مرشد مؤسف هؤلاء هم يعني مؤسف هذه المشاهد التي يعني شاهدناها والتي تبرهن بكل وضوح، وللأسف الشديد يعني لا يغفل عنها إلا متكابر. هذه المشاهد التي جعلت من السوري مرتزقا. هذا السوري يخرج على شاشة تركية، بلاده كلها جراح، بلاده كلها أسى، بلاده كلها ألم، ينادي بأننا سنذهب إلى الجهاد إلى تركمانستان. روح يا عمي حرر بلدك، بعدين روح حرر بلاد العالم. ايش هذا النفاق الذي عشنا فيه؟ لكننا للأسف الشديد عشنا هذا النفاق في ظل الإسلام السياسي وضمن راية خليفة السياسيين الإسلاميين رجب طيب أردوغان، الذي قال قبل كم يوم يعني ليس بعيدا أنه أين كان يكون فيه جندي تركي هو أرضنا وسلن نتخلى عنه. فبالتالي أردوغان عنده مشروع احتلال. النقطة الثانية، المذيعون الأتراك أنت أذعت الآن يعني يقولون يوجد 4 5 6 مليون تركماني، بغض النظر عن الرقم يعني ما راح ندخل في جدال في الأرقام. عندك 5 6 مليون تركماني، أنت تعمل كل هذه الزيطة والزنبليطة لتحميهم. طيب ماذا في 20 مليون كردي مقموع مظلوم عندك؟ يعني هذول إيش؟ يعني هذول لا يرون أمام الأعين. هذا هو النفاق بعينه. ما هو الموقف وما هي رسالتك الواضحة للعقلاء للذين يديرون هذا التيار الإسلامي من المعارضة السورية؟ أنا لا أعتقد، دعني لا أوجه رسالة أخي عناية، لا أوجه رسالة، أعتذر عن توجيه الرسالة، لأنني لا أؤمن بوجود عقلاء ضمن هذا التيار يعني، لأنه بعد كل هذه المآسي، بعد كل هذه المصائب، يعني ماذا تنتظرون في سوريا حتى يصحى العاقل؟ أنا أعلم أن العاقل هو الذي يعتبر بمصائب غيره. أنا هذا اللي أعرفه، الذي يكتبه العقلاء، الذي يكتبه الحكماء في تعريف العاقل، أن العاقل هو من يعتبر بغيره. إذا السوري الإسلاموي ما اعتقل بعد كل هذه المصائب في مصر، وما اعتقل بعد كل هذه المصائب في اليمن، وما اعتقل بعد كل هذه المصائب في تونس، وما اعتقل بعد كل هذه المصائب في ليبيا، وما اعتقل من كل هذا الارتزاق الرخيص على شاشات التلفزيون في تركيا، اغسل يديك ولا تنادي أحدا. أنا لا أقدم رسالة، تمام صديقي. لكن لدي رسالة لعامة الشعب، وهم كثير من البسطاء اليوم الجالسون في خيم ويسكنون في بلاد المهجر في تركيا. أنا أدعوهم أن يكونوا حريصين على أبنائهم. أبنائهم يستغلون من أجل لقمة عيشهم، يستغلون من أجل أن يخرجوا كملك الهوية، يستغلون من أجل إعطاء وثيقة سفر من مدينة إلى مدينة. أولادهم يستغلون من أجل خيمة، يستغلون من قبل أردوغان في الخلفية، والجيش الحر والحكومة المؤقتة والائتلاف من أجل أن يأخذوا أولادهم إلى هذه المصائب. ديروا بالكم على أولادكم.
ويبعثون إلى أرمينيا وليبيا وإلى أصقاع العالم للأسف الشديد. شيخي الجليل، في وقت أن الإسلام يحتوي على مبادئ وقيم وأخلاقيات سياسية، لماذا لا توجد هناك تيارات إسلامية كردية تشارك الحركات السياسية الكردستانية وتأخذ مكانتها الطبيعية في إدارة المجتمع الكردي والكردستاني والدفاع معا عن حقوق هذه الأمة ورفع الظلم والقهر عن كاهل هذه الأمة؟ تفضل. أخي عناية، يعني دعني أكون صادقا ودعني أكون صريحا، باعتبار هذه القضايا للأسف كثير ما نحاول أن نخبئها. الحمد لله في روجافاي كردستان، في كردستان سوريا، الحمد والنعمة لله أننا لم نبتلى بهؤلاء، الحمد لله، وهذه تستحق سجدة شكر أننا لن نبتلى. لكن للأسف الشديد في إقليم كردستان وفي المجتمع الكردي الموجود في تركيا هناك تيارات إسلامية إخوانية، وهم كعادتهم لأنهم مستغلون لكل مبدأ. للأسف الشديد يوجد اليوم في إقليم كردستان ما أحزاب من هي موالية لتركيا وأحزاب من هي موالية لإيران، وهم ممثلون أيضا في البرلمان. فالأحزاب الإخوانية، أو حتى لا أقول إخوانية، أيضا أطلقها بشكل عام، التيارات الإسلامية السياسية أو المسلمة، هي مأخوذة الإرادة ومتبوعة لإدارة الأحزاب الأخرى. يوجد اليوم على سبيل المثال اليجورتو، وهي مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين العالمية ولها أعضاء برلمان في إقليم كردستان. ويوجد الجماعة الإسلامية التي يرأسها أمير، وهي مرتبطة بنوع ما مع إيران. في المقابل يوجد أيضا الرابطة الكردية لعلماء المسلمين، وهي مرتبطة بعلي قرداغي الرئيس العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابعة إلى الإخوان المسلمين. أيضا يوجد الاتحاد الإسلامي لعلماء المسلمين، وهي مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. في نفس الوقت في أوروبا يوجد حركة المجتمع الإسلامي، وهي مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. فهؤلاء الإسلامويون دائما مرتبطون. يا عالم اصحوا على حالكم. مدرسة الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي تؤمن بنبذ الخلافات وإقامة الصلح والمحبة والسلام بين المجتمعات ونبذ الخلافات والعنف والإرهاب. ألا يؤلمكم هذا الخلاف العميق بين الأطراف الكردية؟ وما هو دور المرجو والمطلوب منكم في إصلاح ما أفسدته بعض الجهات والتيارات؟ وكيف ترون وتشاهدون حالة التفرقة والتصدع في البيت الكردي؟ بكل تأكيد أخي عناية، هذا شيء يؤلم وهذا شيء يحزن، وأكثر ما يحزننا نحن أولاد الشهداء، لأننا قدمنا دماء. للأسف عندما نجد هذا الخلاف ونجد هذا الاقتتال الكردي نستشعر أن دماءنا ذهبت رخيصة. واليوم للأسف الشديد هناك يعني ما يشبه، يعني أسأل الله عز وجل أن تكون سحابة زائلة، ما يشبه اليوم من بوادر فتنة بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. نسأل الله عز وجل أن تزال هذه الغمة والهم وهذه التفرقة. لكن في نفس الوقت نحن صحيح نحن دعاة سلام، ونحن دعاة محبة، ونحن دعاة إصلاح بين المجتمع، ونحن ندعو عقلاء الحزب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني أن ينهوا هذا الخلاف، وأن يمدوا يديهم إلى بعضهم، وأن يجعلوا من دم الكردي المنهار على يد أخيه الكردي مقدسا رقم واحد. هذا ما نطالب فيه. لكننا في نفس الوقت أيضا نحن نعلم أن هناك جنودا من البيشمركة قتلوا برصاصة بيد إخوانهم الكرد في حزب العمال الكردستاني. وأنا قلت هذا الكلام قبل أكثر من 4 ساعات. أنا حقيقة كمرشد بحكم تواجدي في أوروبا أنا لا أعلم الأسباب التي دعت إلى إهراق هذا الدم، حقيقة لا أعلم. لكن أيضا في نفس الوقت أنا سمعت من أنصار كل طرف ما يبرر موقفه. أنا شخصيا بغض النظر عن السبب
الذي أدى إلى هذا الإهراق، أي هذه الرصاصة التي انطلقت من عنصر تابع لحزب العمال الكردستاني باتجاه صدر أخيه البيشمركة، هذا الأمر مدان ولا نقبله ونرفضه بكل قوة. في نفس الوقت ندعو قيادة حزب العمال الكردستاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يجعلوا من الدم الكردي مقدسا. ونحن نراهن على مقولة للأخ مسعود البرزاني عندما قال أن الدم الكردي بيد الكردي لن يراق أبدا. نحن نراهن على هذه المقولة، ونراهن أن قيادة إقليم كردستان ستكون على قيمة وقامة هذه الكلمة الجميلة والمهمة الذي تعبر عنا جميعا. وأيضا في نفس الوقت نرجو من إخوتنا في حزب العمال الكردستاني أنه لن يستفيد من هذا الاقتتال إلا الأعداء، لن يستفيد من إراقة الدم الكردي إلا العربي الحقود، وإلا التركي الحقود، وإلا الفارسي الحقود. لن يستفيد. نحن كلنا خاسرون في إراقة هذا الدم. لربما من الناحية العسكرية هناك منتصر، لكنه من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الكردوارية لا يوجد منتصر في إراقة الدم، وكلكم خاسرون. كشخصية اعتبارية وابن لشيخ الشهداء، هل لكم محاولات في هذا المنحى وفي هذا الاتجاه في تقارب وجهات النظر بين الأطراف الكردية جميعا أو في بعض الأطراف؟ نحن خلال الأيام الماضية أعدنا إعادة ترتيب مؤسسة شيخ الشهداء، وبعد هذا التعديل وهذا الترتيب يعني هناك لنا محاولة في خلال هذه الأيام الماضية من أجل ردب الصدع ومحاولة إلى أن لا ننزلق إلى أكثر من هذا الذي حصل. يعني نحن نحاول ذلك إن شاء الله، أيضا إلى جانب الكثير من المخلصين والكثير من عقلاء الكرد في كل منطقة وفي كل طرف وفي بعض الأحزاب الأخرى الذين يسعون إلى إيقاف هذا الأمر وأن لا يزداد الشرخ كثيرا. نحن في محاولة إن شاء الله. في ظل هذه التعقيدات شيخي الكريم، ومن الناحية العقائدية والوجدانية، ألا ترى معي بأن بعض المسؤولية أيضا في الواقع تقع على عاتق علماء الدين والخطباء والأئمة الكرد والمؤسسات والمدارس الشرعية في إبراز الخطاب الحقيقي للإسلام وفضح العقيدة الإرهابية الداعشية والوقوف على التناقضات البينية؟ أخي عناية، يعني حتى أكون صادق أيضا، يعني الخطاب الداعشي يعني عرف من قبل كثير من علماء الكرد وفضح على رأس الأشهاد من قبل كثيرين يعني. لكن أيضا لا أنكر هناك من هو يعني مستفيد أو ربما حتى مؤمن بهذه الأفكار وهذه العقيدة الموجودة. لكن الغالبية العظمى من علماء الكرد وحتى من عقلاء المسلمين من قاموا بواجبهم سواء في المنابر الإعلامية أو في خطب الجمعة أو في دروسهم اليومية أو حتى في لقاءاتهم الاجتماعية، حاولوا كثيرا فضح هذه العقيدة وهذه الفكرة الخبيثة، وحاولوا أن يعرفوا الناس وأن يجنبوهم خطر انزلاق أولادهم إلى هذا المستنقع الكبير يعني. فهناك الكثير ممن مارس، لكن أيضا أنا لا أنكر أن هناك من هو يعني مؤمن بهذه الفكرة الخبيثة ودعمها ضمن المجتمعات. هناك من يسأل ويقول كيف ينظر الشيخ مرشد معشوق الغزنوي إلى ردود فعل المؤسسات والمدارس الدينية ورجال الدين في سوريا من طرف النظام ومن طرف المعارضة معا حيال ما يجري من الممارسات اللا إنسانية والإرهابية بحق شعبنا في عفرين؟ هي عملتان لوجه واحد، وهذا السؤال كمن يخيرني التفضيل بين الذنبين أو التخيير بين الأسوأين أو التخيير بين الخيارين التي لا أرغبهما. فمواقفهما معروفة، سواء المؤسسات الدينية التابعة للنظام
هي مؤسسات مشتراه ومباعة للنظام، والنظام هي من يعني يديرها من الخلف، وكذلك المؤسسات التي شاهدناها في المعارضة التي تدار من قبل الميت التركي ومن قبل الديانة التركية. أيضا شاهدنا بياناتهم وشاهدنا تشمتهم بتمزيق الدم الكردي، وشاهدنا تبريراتهم في هجومهم على عفرين وتشريد أبنائنا وسرقة أموال أحبتنا في عفرين، وكل هذا شاهدناه، لكننا لم نستغربه لأنها هذه عادة المرتزق. فالمرتزق سواء كان شيخا عند النظام أو شيخا عند الاعتلاف فكلاهما سواء ولن أخير بينهما. الدولة التركية تقدم اليوم دعما كبيرا للمجموعات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والنصرة والقاعدة والمعارضة السورية وغيرها، وتحاول احتلال الأرض الكردية الباقية المتبقية أيضا لتضعها تحت احتلالها. من وجهة نظركم ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحراكات الكردية والحركة الكردية السياسية والحراكات المجتمعية للوقوف في وجه هذه المخططات؟ أخي عناية، هذا الخطر للأسف الشديد أعود وأقول وكررناه وكررتموه وكرره الكثير قبلي من المثقفين وكرره الكثير من الشعراء وكرره قبل الكثير من السياسيين وكرره حتى يعني قبلنا بمئات السنين. أحمد خاني قاله قبلنا. كل هذه المأساة وهذه الذي يجري علينا لن نستطيع أن نقف في وجه هذه المخططات ونحن منقسمون ونحن متشردون ونحن منتشرذمون. الاتفاق الكردي على بعض المبادئ المقدسة العامة هي التي تجعل من هذه المخططات غير قابلة للتنفيذ. للأسف الشديد القادة السياسيين إلى هذه اللحظة لا يستطيعون أو ربما لا يستشعرون الخطر الداهم على المجتمع الكردي. أنا أستطيع أن أقول لك بغض النظر عن المعارضة، بغض النظر عن المؤسسات الإسلامية، بغض النظر عن المشايخ العرب الذين استقطبهم تركيا، هناك اليوم استقطاب لجميع علماء ومشايخ وملال الكرد، وهناك نسبة كبيرة من مشايخ وعلماء الكرد حصلوا على الجنسية التركية، ولا تقنعني أنه حصلوا على الجنسية التركية من أجل البركة والعلم يعني. فهم ما استطاعوا أن يحصلوا على الجنسية التركية إلا لأنهم ضمن تيار، وإلا أنهم سينفذون بعض الأجندات. لذلك هذا الأمر حقيقة فيه خطر، ولن نستطيع أن نوقف خطر هذه الأجندات إلا بالاتفاق الكردي. أنا سبق وقلت وقاله قبلي الكثيرون، نحن ندعو إلى الأمن القومي الكردي، نحن ندعو إلى صناعة لجنة أو مؤسسة للأمن القومي الكردي. حتى الآن لا يوجد عندنا الأمن القومي لحزب العمال الكردستاني، عندنا الأمن القومي لحزب الديمقراطي الكردستاني، عندنا الأمن القومي للاتحاد الكردستاني، لكن لا يوجد عندنا الأمن القومي للكرد وللكردستانيين يجتمع تحت مظلتها كافة السياسيين والخبراء والعارفون بشؤون المنطقة، ليجعلوا من هذا الأمر ومن بعض الحقوق الدم الكردي والقضية الكردية والأرض الكردية يجعلوها من المقدسات التي لا يمكن الخلاف فيها، ودعوا الأمور الثانية يختلفوا فيها كيفما تشاءوا. وقراءتك للتقارب الكردي في رجبي كردستان بين طرفي المعارضة والإدارة الذاتية، يعني إذا عرفنا الطرفين بطرف معارض وطرف آخر من الإدارة الذاتية، بين المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية، قراءتك وضرورة صياغة قرار كردي لحماية المكاسب وحماية الوجود الكردي في غرب كردستان. أخي عناية، عندما قلت الأمن القومي بشكل طبيعي صياغة قرار مجتمعي بين الطرفين، هذا أمر مهم جدا، وهذا ما ننادي به، وهذا ما يطلب الجماهير به أيضا. لكن في نفس الوقت يعني
يعني هذا أمر مهم، هذا أمر لا يمكن الاستغناء عنه، وعلى القيادتين يعني أن يعلموا إذا لم يفعلوها اليوم سيضطرون إلى فعلها غدا، وإذا لم يفعلوها غدا فبعد غد، هم ليس لهم خيار إلا بالاتفاق الكردي. المصيبة أنه كلما استمر هذا الخلاف استمر تمزيق الجسد الكردي، واستمر الخسارة الكردية والمحافظة على بعض المكتسبات. لكن أيضا في نفس الوقت التجارب السابقة التي حصلت، أنا لا أريد أن أجعل الناس بلا أمل، لكن حقيقة التجارب المؤلمة والفاشلة السابقة جعلت منا أن لا ننظر بعين الاستكبار وبعين الإكبار لهذه المحاولة. أنا حقيقة موقفي الآن أنا منتظر نجاح المسألة، أدعو لها، أسأل الله لها النجاح، لكن الإيمان بها أصبح ضعيفا نتيجة التجارب السابقة. لكن أسأل الله أن أكون مخطئا وأن تكون التجربة هذه المرة ناجحة تلبي مطالب الجميع. للشارع الكردي مخاوف محقة حضرة الشيخ، إذا يعني كان هناك الخلاف بعيد أو التقارب لم يحصل، فهناك للشارع الكردي مخاوف. ما هذه المخاوف؟ يعني ممكن تلخص لنا اياها، او ممكن اذا اختلفوا ولم يجتمعوا على الاهميات والاولويات. اخي عناية، النقطة المركزية الان ان هذا الخلاف الحاصل بين الطرفين هذا ادى الى ان يكون الخلاف بين المجتمع الكردي اساسا على تسمية الحق الكردي. الحق الكردي إلى الآن نتيجة هذا الاختلاف هو ضائع، وهو يحاول أن يمات، وأن كل طرف يحاول أن يبين فكرته. فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الفكرتين على مبدأ وسطي هذا سيكون له آثار سلبية على المجتمع. النقطة الثانية، نتيجة هذا الاختلاف وهذا التفرقة بين الطرفين الأساسيين هناك تفريغ للمنطقة الكردية، وهذا مما يؤسف ومما يؤلم. هذه حقيقة يجب أن نقف عندها. هذه الهجرات المتكررة سواء كانت متعمدة أو سواء كانت غير متعمدة يجب أن توقف، ويجب أن يكون هناك يعني حوار صادق وجاد وجدي بين الطرفين الكرديين لمحاولة إيقاف هذه الهجرة، وبالعكس أن تكون هناك هجرة عكسية. اليوم المنطقة تفرغ، وهذا للأسف يعني مما يؤلم، وعلى المستقبل البعيد سيكون خطرا على القضية الكردية. شيخي الجليل، سوريا واقعة على خطوط النار وفي ميدان صراع دولي وإقليمي متشابك، وسوريا تمر بمرحلة صعبة وحرجة من تاريخها، وقد تدفعها إلى الضياع والاندثار كوطن وكشعوب سورية نتيجة السياسات الإقصائية والعنصرية والديكتاتورية من قبل النظام ومنذ عشرات السنين. فكيف تنظرون إلى مستقبل سوريا وشعوبها؟ وهل هناك إمكانية للتعايش بين الشعوب السورية ثانية، خاصة بعد هذا الجرح الكبير الذي شارك في تعميقه النظام والمعارضة الإسلامية سويا؟ أخي الكريم عناية، يعني الثمن السورية هي ثمن، وهي الهدية. نحن سننتظر إلى أن يتوصل الأقطاب العالمية العظمى من بيدهم القرار، من في إدارة مصالحهم واستبدال هداياهم. عند ذلك سيكون هناك استقرار نوعا ما أو بداية استقرار في سوريا. لكن إلى أن لا يصل هذه الأطراف الأساسية العالمية إلى نقطة اتفاق فالنزيف السوري مستمر. هذه نقطة. النقطة الثانية، في حالة ما لو وصل الأطراف العالمية إلى همزة وصل، عند ذلك أيضا سوريا تحتاج إلى جيلين بتصوري، إلى جيلين لكي ينسى المأساة الحاصلة اليوم. قضية أن نعود في سوريا متحابين ومتجاورين وينطلق صوت من عامودة نحن يا درعا نحن معك للموت، هذا الكلام أعتقد أنه عفى عليه الزمن وعفى عليه الدم والاغتصاب والسرقة الذي حصل في سوريا.
هذه تحتاج إلى جيلين حتى ينسى هذه المأساة، وحتى يستطيع أحفادنا يقول في زمن أجدادنا كان هكذا الأمر. أما المعاشون الذين عايشوا الأمر الواقع، أنا بتصوري هذا الأمر بصعوبة بمكان أن يكون هناك يعني ردم لهذه المأساة، لكن هذا لا يعني أن لا يقوم العقلاء بواجبهم وأن يحاولوا وأن يسعوا، لكن أنا بتصوري هذا الأمر بعيد، لكن في نفس الوقت المحاولة والعمل على هذا الأمر هذا أيضا أمر مهم. جميل. نتيجة للانشطار وانفلات القوى الراديكالية والإرهابية الإسلاموية عن السيطرة والمدعومة من تركيا، بات العالم كله في خطر، فقام أردوغان ومن معه من الإسلام السياسي العالمي بزرع بذور الإرهاب في أقاصي العالم. وما الأيام الأخيرة التي عاشتها بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا إلا ترجمة واضحة على خطورة الموقف وخطورة الدور الذي يلعبه الإسلام السياسي ومن ورائه أردوغان. ماذا تقول حول العمليات الإرهابية الإسلامية في أوروبا، وكلمتك للجالية الإسلامية والجالية الكردية في أوروبا؟ هذا الأمر مدان أخي عناية، وما حصل في باريس وما حصل في نيس وما حصل مؤخرا في فيينا هذه عمليات إرهابية مدانة قولا واحدا. وحقيقة أصبح الخطر ليس على غير المسلمين، بل حتى علينا نحن كمسلمين هناك خطر. أنا أصدقك القول، الأسبوع الماضي يوم الجمعة قبل يومين أنا صعدت على المنبر بعد أن أغلق الباب. أنا قلت للناس إذا لم يغلق الباب ولم يقف حرسا على الباب أنا لا أخطب الجمعة، فلأن الخطر حقيقة يعني يصيب الجميع. وهذه العمليات كانت لها آثار سلبية كثيرة على المجتمع المسلم في كل أوروبا. طبعا في نفس الوقت أنا لا أبرر الرسوم الكاريكاتورية، وما قام به المدرس هو أيضا عندي مدان، بأن الإهانة لنبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا أمر يحز في قلبي، وهذا أمر يشعرني بالألم. لكن هذه الإجابة وهذا الرد الفعل من ذبح المدرس ومن هجوم على الكنيسة وما حصل في فيينا لا يقبله لا الله ولا رسوله. والدليل عندي، الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس لم يكن المرة الأولى التي جعلت له رسوم مسيئة، والنبي لم يسب الآن أول مرة، والنبي محمد لم يشتم الآن أول مرة. النبي سب وشتم في حياته، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عندنا أخي عناية شخص على رأس المنافقين اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا الرجل هو رأس المنافقين، وكل عارف بالقرآن يعلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الرجل أساء للنبي محمد إساءة عظيمة أكثر من الرسوم الكاريكاتورية، وما قتله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام كلب، فمقولته القائلة ما مثلنا ومثل محمد إلا كمثل القائل سم كلبك يأكلك. ولم يكتفي بذلك، هذا الرجل عبد الله ابن أبي ابن سلول قال للرسول محمد أنت ذليل وأنا عزيز. والآية القرآنية ثبتت هذه الكلمة. الآية القرآنية تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أكثر من هذا أخي عنايات، هذا الرجل المنافق سب الرسول محمدا في عرضه عائشة، وقال عن عائشة أنها زانية. هل يوجد أكبر من هذا؟ يعني أن يصاب أن يشتم الإنسان في عرضه كبير أم رسمة كاريكاتورية؟ بكل تأكيد عند كل العقلاء التهمة في الشرف كبير. الحديث النبوي يقول من قتل دون عرضه فهو شهيد. مع ذلك النبي لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول. جاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله ائذن لي أن أقطع رأس هذا المنافق. النبي لم يأذن له. جاء ابن هذا المنافق أيضا اسمه عبد الله وهو صحابي جليل، قال يا رسول الله
بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، إذا تريد أن تقتل أبي اسمح لي أنا أقتله. النبي قال بل نحسن صحبته ما دام فينا يا مسلمون. لم يقل اذهبوا واقطعوا رأس المدرس الفرنسي، ولم يقل اذهبوا وفجروا أنفسكم في كنائس، وإنما قال نحسن صحبته ما دام فينا. أكثر من ذلك أخي عنايات، هذا الرجل الذي سب وشتم النبي محمد عندما مات، هذا الرجل عندما مات ذهب النبي محمد وأعطاه الجبة الخضراء ليكفن بها، وعندما مات ذهب النبي على قبره ليصلي عليه. هذه نقطة واضحة على جميع أبناء الجالية المسلمة أن يفهموها. للأسف الشديد افتح أي قناة فيديو اكتب فيها حكم شاتم الرسول، سيخرج لك الحكم أنه يجب أن يقتل، وإن تاب يقتل وأمره مفوض إلى الله. هذا أمر لم يفعله رسول الله. كثر الله خيرك شيخي الجليل. وليسمع هذا الكلام الجميل والموثق أردوغان والقرضاوي والإسلام السياسي جميعهم في العالم. شيخي الجليل، ما خطابك وكلامك ورسالتك للجالية الكردية المسلمة في الخارج في الدول الأوروبية، ومحاولة تجنب هذه الجالية من التيارات المتطرفة الإسلاموية؟ أخي عناية، هناك الكثير من الجهات الإسلاموية تحاول استقطاب ليس فقط الجالية الكردية وإنما كل الجاليات الإسلامية، وهذا الاستقطاب يكون من خلال المساجد، وأيضا من خلال صفحات الفيسبوك، وأيضا حتى بحكم خبرتي وبحكم عملي في هذا الأمر أيضا من خلال ألعاب الأونلاين، البلاي ستيشن، السوني. هناك محاولة استقطاب لكثير من الشباب لينخرطوا بهذه العمليات على الجاليات المسلمة، وباعتبارك خصصت الخطاب للجالية الكردية عليهم أن يجلسوا مع أبنائهم وأن يفهموهم وأن يعطوهم جرعة لكي يساعدوهم أن لا يتركوا أولادهم هكذا هباء. للأسف الشديد أخي عناية، نحن خرجنا من بلداننا وأتينا إلى هذه البلدان، لا نحن مسلمون ولا نحن مسيحيون، لا نحن أكراد ولا نحن ألمان، نحن مثلنا كمثل ابن تلك المرأة التي مات ابنها المسيحي بعد أن أسلم بأيام، فبدأ يبكي عليها ويقول ولد لا ولد، تركت محمد وما لحقت بعيسى، تركت عيسى وما لحقت بمحمد. هذه حقيقتنا، نحن تركنا بلادنا ولم نصبح أوروبيين. لذلك هناك خطر عظيم على أبنائنا، على الجالية، على العوائل أن يجلسوا مع أبنائهم. نقطة أخرى أضيفها أخي عناية، نحن خلال السنوات الماضية تحدثنا كثيرا عن القضية الكردية وعن الكرد وعن كردستان في الوطن، لكن أين الكرد وكردستان في المهجر؟ واليوم هناك جالية كبيرة في هذا المغترب، أعداد الجالية الكردية في ألمانيا أعتقد تجاوز 200,000، وفي كثير من دول العالم. أين هي المخططات سواء من قبل الأحزاب الكردية أو من قبل الجمعيات الكردية للمحافظة على الكيان الكردي، للمحافظة على العائلة الكردية؟ لا تنسى في كثير من عواصم الدول الأوروبية الجالية اليهودية لا زالت محافظة على نفسها بعد كل هذه العولمة الموجودة في الدنيا. أين نحن الكرد من الاستفادة من هذه التجارب؟ الكردي اليوم يأتي من وطنه مهاجرا محملا بكثير من المآسي والألم، وينسى نفسه وكرديته في خضم هذه الحياة الموجودة في أوروبا. أين هي المخططات سواء من قبل أنا كمرشد بداية، ومن ثم الأحزاب الكردية والمجتمعات الكردية والجمعيات الكردية الثقافية الفنانية الكتاب الشعراء السياسيين؟ أين هي مخططاتكم للحفاظ على أبنائكم في الجالية في هذا المغترب؟ إلى هذه اللحظة لم يدق ناقوس الخطر
فدعني أدقها في روشن تي في. شكرا وكل الخير لك والله يعطيك العافية شيخنا. سؤالي الأخير شيخي الجليل، في حكم الدين وفي هذه الأيام الأخيرة ومواجهة الآفات والأمراض التي تعصف بالبشرية كمرض كورونا اليوم وخطورة هذا المرض الفتاك على الجميع، ووطننا كردستان يعيش حالة من الصراع بين الوجود واللا وجود والتنحر الشديد، ما هي النصائح والإرشادات التي يمكننا أن نستقي منكم، وخاصة في المدن الكردية الكردستانية الكبيرة مثل هولير وديار بكر وقامشلو والمدن الأخرى، والناس تذهب آلافا مؤلفة إلى الجوامع والمساجد والأسواق وخاصة في أيام الجمعة، فكيف تعلقون وما هي رسالتك تجاه هذا المرض ولحماية المجتمعات؟ أخي عناية، رسالتي هي رسالة الإسلام، ورسالة الإسلام هي رسالة القرآن، ورسالة القرآن قالت لنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم الأطباء، أهل الذكر هم الاختصاصيون الطبيون المختصون في هذا الأمر، هم من يجب علينا أن نستمع إليهم، هم من يجب علينا أن نمشي خلف نصائحهم. للأسف الشديد نتيجة عدم الالتزام بنصائح الأطباء وبإدارات الصحة هذا المرض يزداد وينتشر. وأكثر من ذلك أخي الكريم عنايات، في بلادنا حسب التليفونات والتواصل الذي نفعله للأسف هناك الكثير لا يتورع عن المصافحة، عن التقبيل، عن المشاركة نتيجة الخجل. يعني هو يخجل من الناس، كيف الناس تمد إيدها وأنا أرفض السلام؟ يا أخي هذه نقطة مهمة حقيقة. أنا أجد باعتبار أن الأمر الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وقال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم الأطباء، والأطباء قالوا لنا اجلسوا في بيوتكم. لذلك أنا أجد مخالفة الأطباء أثم. من خلال هذا الحوار الشيق والجميل مع فضيلة الشيخ مرشد معشوق الخزنوي، أردنا أن يكون للإسلام الكردي الوسطي والمعتدل كلمة في بناء الشخصية الكردية ومساهمته في إغناء الإنسانية بالعناصر المطلوبة، وللكرد صفحات مشرقة في صدر التاريخ والإسلام وفي إعلاء الشأن الإنساني والإنسانية. الكلمة الأخيرة لك شيخنا الفاضل مرشد معشوق الخزنوي، تفضل الكلمة لك. شكرا أخي عناية، جزاك الله خيرا على هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى أن قدمنا شيئا لمجتمعنا، وأسأل الله عز وجل أن تكون الأيام القادمة هي أيام خير وأيام بركة وأيام بشرى على الكرد وعلى كردستان وعلى الإنسانية جمعاء. ندعو الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء وهذا المرض عن العالم أجمع إن شاء الله قريبا، وأن لا يخسر الناس أحباءهم وأعزاءهم. أيضا نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يرزق قادة الكرد عقلا سليما راشدا يدفعهم إلى أن يحرصوا على مصلحتي ومصلحتك ككرد. يعني أسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى الاتفاق وإلى الاجتماع الكلمة، وإلى أن يجعلوا مصلحة الكرد وكردستان نصب أعينهم إن شاء الله. شكرا لك أخي عنايات، وإلى لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا لك الدكتور الشيخ مرشد معشوق الخزنوي، كل الشكر لك وكل الصحة والموفقية. إلى اللقاء في برامج أخرى. شكرا لك. بلى أعزائي المشاهدين والمستمعين في قناة روشن تي في، نشكر الضيف الجليل الشيخ الدكتور مرشد معشوق الخزنوي. في الختام كل السلام وكل الصحة لكم، وإلى اللقاء في برامج وأيام وأفكار أخرى في ضمن برنامج حفتنامة الأسبوعي في روشن تي في. إلى اللقاء.
ايري بر شهيد ام تبدي بنا شكرتو مري اي شهيد شهيد ايري بر شهيد ام تبدي بنا شكرتو مري ام تبدي بنا شكرتو مري تنوكر شوبا كلش صعيد قاضي محمد برزاني حقي تنوكر شوبا كلش صعيد قاضي محمد برزاني حقي اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبدي بنا شكرتو مري ام تبدي بنا شكرتو مري شهيد كرد معشوق أولدار لخوينا صار كار دستن كل هذا أي شهيد كرد معشوق أولدار لخوينا صار كار دستن كل هذا اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبدي بنا شكرتو مري ام تبدي بنا شكرتو